لو بتقول ريفو فانت اكيد من مواليد اول امبارح. متلازمه بتاعتي لوحدي. المتلازمه دي بتيجي للبشر لما بيحسوا ان الكون كله بيدور حواليهم، وساعتها بيقرروا يحولوا كل حاجه عامه لحاجه خاصه، فيبقى البند بتاعي الفريق بتاعي وهي بتاعتنا كلنا عادي. متلازمه بتاعتي لوحدي اصابت جمهور كايروكي في اخر حفلات عملوها، لما لقوا ان في جمهور جديد بدا يسمع اغاني البند المفضل بتاعهم بسبب مسلسل ريفو اللي اتعمل منه جزئين على واتش إت. يا حبيبي خد اخد جنبك ونسمع كلنا، لا بتاعتي لوحدي. يا حبيبي امير عيد بيغني لنا كلنا، لا يغني لي يا الميدان في ودني لوحدي. لو بصينا بقى للموضوع بره الجدال والخلاف ده هنلاقي ان ده نجاح لكايروكي، انه عرف يكلم اكتر من جيل في نفس الوقت، وكلهم برضو يحسوا بانتماء للبند في نفس الوقت. فلو بتحبوا كايروكي بجد اقفوا في صف بعض ورا بعض، اسمعوا مع بعض. الحزق ده بالظبط اللي مش عايزاكم تعملوه. ليه لازم يبقى في قضيه؟ امير عيد نفسه قال ان سبب من اسباب نجاح كايروكي ان هو بيكتب ببساطه علشان يتبسط، مفيش قضيه، مفيش نيه لتغيير العالم. يعني اللي جاي ده لمواليد 2009. كايروكي بند موجود من 2003، يعني ما كنتوش انتوا حتى فكره عند باباكم ومامتكم، وكان اسمهم بلاك ستار، وكانوا بيغنوا بالانجلش بس مستوى الجمهور في الانجليزي ما كانش قد كده، فقرروا يغنوا بالمصري وبألحان شرقيه كمان. وفي 2007 بقى في قوام واضح للفرقه. امير عيد بيغني، شريف هواري على الجيتار اللي غنى اغنيه قد شاب صغيرك يا امي، وتامر هاشم على الدرامز مع ادم الفي وشريف مصطفى. وفي 2009 كنا لسه بنقول لك يا رب يا ربنا تكبر وتبقى قدنا، كانوا كايروكي بيعملوا اعلان لكوكاكولا، اضحك والضحكه تبقى ضحكتين. علاء الكاشف اشمعنى مهندس الصوت اللي قرر يساعد الفرقه ويسيب لهم الاستوديو بتاعه يشتغلوا فيه، وفي يوم واحد بس قدروا يسجلوا 30 اغنيه. بعد ما طلعوا 30 اغنيه قرروا يختاروا احسن اغاني فيها ويطلعوا باول البوم كامل لكايروكي. وده كان حدث في تاريخ الفرقه اللي كانت طول الوقت بتغني اغاني سنجل في حفلات المعادي والمهندسين لحد ما وصلنا ل 2011. كان كده عندك وقتها 3 سنين، وكانت مصر وقتها بيحصل فيها تغيرات مش هتكلم عنها علشان انا مش المحافظ، انا هتكلم عن كايروكي بس لو عايز تعرف دور شويه في يوتيوب. المهم حصلت احداث ولخبطه كتير وقتها، تحس انه ايه الحظ ده، هو احنا لحقنا نتبسط بشهرتنا؟ بس العكس تماما هو اللي حصل لكايروكي. 2011 كانت سنه الحظ بالنسبه لهم، بسببها غنوا الاغنيه اللي خلت شهرتهم تخرج بره المعادي والمهندسين لمصر والوطن العربي كله، اغنيه صوت الحريه. الحظ مش بس لعب لعبته مع الفرقه بسبب كلمات الاغنيه القويه، لكن كمان بسبب الفيديو كليب بتاع الاغنيه اللي كان فيه مجاميع ولوكيشن ببلاش. وقتها جمهور كايروكي اللي بقى دلوقتي 30 سنه واكتر ما كانش شايف ان ده مجرد بند، كانوا شايفينه صوت الشباب. انت بتغني مشاكلي، انت بتعرف ترتب كلامي اللي ما بعرفش اقوله بصوت عالي وبتقوله في مايك قدام الناس كلها. وده بالظبط اللي قاله الجمهور لامير عيد في حلقه سولد اوت مع محمود سعد على واتش إت. ومن صوت الشباب لصوت الشباب الروش فشخ، ده التحول اللي حصل لكايروكي. انت كبرت لقيت اغنيه يا ابيض يا اسود في وشك، في مرحله انت بدات تبقى مراهق هرموناته مش متظبطه وحياته بتتعقد ومشاكله بتكتر وبيجرب 100 حاجه في نفس الوقت، فانت محتاج حد يقول لك يا ابيض يا اسود قصه حياتي وكل حكايتي، مع ان عادي 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 اعيشها في النص الماضي وانت بترقص. فاهم قصدي؟ يعني مين يرقص مع حد بيقول له السكه شمال في شمال؟ انا وانت وكلنا مع كايروكي في 2014. ده الندب الوسطي الجميل. وفي 2015 نزل البوم ناس وناس. كنا كلنا جادين من الحياه بشكل عام، الجو كان فيه جضضان كده، والاغاني الاندر جراوند كانت هي الموضه وقتها، فالبند حقق نجاح افريج كده تمام يعني، لحد ما 2017 جت وقلبه نقطه بيضه اتمنع لاسباب انا معرفهاش، انا مش المحافظ. ولان باين كده وقتها الحظ كان بايت مع كايروكي في الاستوديو، حقق الالبوم ارقام فشيخه على يوتيوب. يا رب احقق زيها والحظ يبات في الاوضه بتاعتي زيهم. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان بكسف اقول والله. المهم فجاه تسمع صوت امير عيد جاي من بعيد، علشان احنا عارفين احنا مين، احنا ابناء البطه السوداء. والعاشر مره امير عيد بيدب ايده في الجرح بتاعك بالبوم جديد في 2019 اسمه البطه السوداء، وبعده في 2022 نزل البوم روما، كوستاريكا وساموراي وجيمس دين، لحد ما وصلنا لاغاني ريفو، انا نجم وعلى باب السيما والوقت فات. اللي جاي ده بقى لمواليد 1900. الحقبه دي من تاريخ كايروكي زيها بالظبط زي 2011، اتشافوا اكتر، اتعرفوا اكتر، وصلوا بكلامهم لجمهور جديد، بس الجمهور ده اصغر. ودي المشكله اللي خلقت غيره، يمكن خلقت رفض لفكره اننا بنكبر وان البند بتاعنا كمان بيكبر. وازاي يعني ما تعرفش صوت الحريه ولا قوم حب على راس امير عيد واعتذر له؟ ما عادي يا جماعه، مش كايروكي دول هم نفسهم اللي قالوا العمر بيجري سابق السنين، انا شاب لكن من جوه عجوز، عندي جناحات بس محبوس. قولوا لي بقى تعرفوا كايروكي من امتى؟ ولو ما فيهاش اساءه ادب ما تنسوش تعملوا لي لايك شير سبسكرايب. طالما الاهتمام بيطلب يبقى السبسكرايب بيطلب عادي.